السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم روتين يوم كامل من الصيام المتقطع والوجبات الصحية، وغنقدم معكم هذا الخبز اللي أكثر من رائع ساهل ماهل دغيا كيوجد، وغنقدم معكم كذلك كاشير منزلي دغيا دغيا كيوجد حتى هو في رمشة العين بلا فران. وفقط بقاو معايا للأخير نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله، أول حاجة غنبدا معكم هنايا الخبز اللي دغيا دغيا كيوجد، صحي للناس السكريين مقاومة الأنسولين. وغادي نحتاجو بيضة واحدة، غنحتاجو زبدة الفول السوداني أولا الزبدة ديال الكاوكاو راه سبق لي وحضرتها معكم في القناة، اللي بغاتها تخليها لي في التعاليق ونخليها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. هنا خديت بيضة، خديت الملح على حسب الذوق، وغادي ناخد معلقة عامرة مزيان ديال زبدة الفول السوداني. أنا راه ما عمرني شريتها البنات، دائما كنصايبها في الدار لأن الصراحة ساهلة وكطلع هكاك اقتصادية. صافي غنزيد هنايا واحد شوية ديال زيت البلدية، غير واحد القطرة كما شفتوا معايا هنايا، لأن الزبدة ديال الكاوكاو كتكون غنية بالدهون الصحية، فزدت غير واحد القطيرة وصافي. صافي هنايا هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. سمحوا لي راني زربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل، لأن أغلبية ما كيبغيوش الفيديوهات طوال، فالمهم أنا حاولت ما أمكن أنني نقصر الفيديو. هنا البنات زدت ربع معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوى اللي ممكن أنكم تعوضوها بيكربونات. صافي هذا هو القوام ديال الخليط، خاصو يكون بحال هاد القوام كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكيبقى الزيادة ديال الفول السوداني أولا زبدة الفول السوداني على حسب الحجم ديال البيض، المهم ديروا معلقة تكون عامرة مزيان. صافي كناخد هنايا واحد المول كندهنو غير بزبدة حيوانية صافي، وكندير الخليط بحال هكا وغندخلها أنا الإفراير، ممكن أنكم تدخلوها الفران، راه دغيا دغيا كتوجد لكم، ما كيقبضش نهائيًا هاد الخبيزة الوقت. صافي هنايا من بعد ما طابت حيدتها من الإيرفراير، صراحة كطيب وجات بنينة بنينة، واحد المذاق من أروع وألذ الخبز زعما اللي جربت معاكم، زوينة زوينة بزاف. صحيين للناس السكريين مقاومة الأنسولين كما قلت لكم. هنا غتخليوها حتى تبرد تمامًا، راه فاش كتخليوها كتبرد راه دغيا دغيا كتحيد لكم من المول. ها نتوما كتشوفوا معايا الشكل ديالو، واخا تشققات لي من هنا ولكن ماشي مشكل، حنا أصلًا غادي نحلوها وغادي نعمروها وغادي تشوفوا معايا باش غادي نعمرها. هنا راه بغيت نحلها معكم باش تشوفوا أن الخبز راه ما كيجيش نهائيًا فازق من الداخل، بالعكس جا ناشف وجا غزال وبنين بزاف. شوفوا هنايا ما شاء الله، أنا غنقص لكم الإضاءة باش تشوفوا، وراه كيجي رطب 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 بزاف، راه ممكن حتى دوزو به، ممكن أنكم ديروه هكا تعمّروه بشي حاجة كيما غتشوفوا معايا. أنا الاقتراح اللي غنقترح عليكم اليوم، ولكن كل واحد راه كيدير الاقتراح اللي بغا هو على حسب اللي متوفر عنده. هذا هو الشكل ديال الخبز كيما كتشوفوا معايا. أنا راه حاولت أنني نقرّب لكم الكاميرا باش تشوفوا من الداخل أنه كيجي ناشف وكيجي طايب من داك الشي الرفيع. صافي هنايا غادي ندوزو باش نوجدو الكاشير اللي ساهل ماهل دغيا دغيا كيوجد، والمذاق ديالو راه تمامًا فحال الكاشير اللي كناخدو من برا. هنا غنحتاج واحد البيضة، المكونات ديالو جد اقتصادية، وكنت صراحة درتو من قبل، جربته وأنا ما صورتوش، وصراحة طلع بنين بنين بزاف. وكاين شي حوايج هنا اللي درتهم ما درتهمش من قبل، ولكن بان ليا يعني التغيير، وغادي نقول لكم كل شيء هنايا في هاد الفيديو. كناخد هنا واحد البيضة، كندير لها شوية ديال الملح على حسب الذوق، وهنا غنحتاج واحد شوية ديال البزار. هنا كنشارك معكم المقادير والطريقة كما قلت لكم باش كنحاول ما أمكن أنه الفيديو يجي قصير. صافي هنا غندير شوية ديال التحميرة أولا البابريكا أولا الفلفل الحلو، وممكن اللي بغا هاد الكاشير يجيه حار يدير واحد شوية ديال السودانية. هنا نديرو واحد شوية ديال العطرية ديال الحوت، عفوا ماشي الحوت، نديرو العطرية ديال اللحم باش تعطيكم واحد المذاق زوين بزاف. هنايا عندي بودرة ديال البصل، وممكن الصراحة إلا كان عندكم حتى البودرة ديال التومة كتجي غزالة بزاف. أنا الصراحة بان ليا هنايا الفرق، لأن في المرة الأولى فاش درت البودرة ديال التومة عطات مذاق غزال بزاف. أنا كنصحكم أنكم ديروها، أنا ما بقاتلياش وما درتهاش. هنا عندي معلقة عامرة عامرة مزيان، هذاك الشي كامل اللي عندي غادي نديرو ديال العجينة ديال الجنجلان. ومن الأحسن أنكم الجنجلة أنكم طحنوه غير شوية، غنقول لكم علاش. أنا غنزيد واحد شوية بعدا واحد المعلقة كبيرة هنا ديال الزيت البلدية، والجنجلة راه غادي نزيد داك الكمية كلها اللي عندي. هنا على حسب باش يجي هاد الكاشير هذا إلا حتى الناس، يعني حتى الناس السكريين ياخدوه. غادي ديروا هنايا الجنجلة، غندير ديك الكمية كاملة اللي عندي هنايا. الجنجلة من طبيعة الحال مغسول ومنقي وطحناه. إلا درتوه هكا مطحون مزيان راه غادي تزيدو من بعد واحد المعلقة عامرة مزيان ديال الطحين ديال الجنجلان. أنا هنايا عوضته بالدقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو، ولكن صراحة المذاق جا واحد شوية مختلف على اللي درت من قبل. من قبل كنت درتو سميتو بدقيق ديال اللوز، ممكن ديروا الدقيق ديال اللوز، ممكن ديروا الدقيق ديال الروز، وممكن ديروا الدقيق ديال الذرة، وممكن ديروا كذلك حتى الطحين ديال الجنجلان ما يكونش هكا ميدّن بزاف باش ما يخليش الخليط يجي خفيف. خصو ضروري الخليط يجينا تقيل هكا بحال ديك الكيكة اللي كتجينا تقيلة.
هذا هو القوام ديالو كما شفتوا معايا. والعطريه راه كتبقى الا بغيتو نتوما تزيدوا شي حاجه ولا تزيدوا هكا واحد شويه ديال الزيتون، راه ممكن انكم تزيدوه. صافي كناخذ هنا واحد الكاس اللي كتاكدوا منه انه ما غيطرطق ليكمش. صافي كندهنوا غير بالزبده الحيوانيه اولا زيت الزيتون وحده فيهم صافي. وغادي ندير الخليط وهنا غادي نسدو هكا بالسلوفان، ممكن ديروا حتى ورق المطبخ. صافي وغادي نديرو في الكاسرونه كما غتشوفوا معايا هنا، ما غنحتاجوش نهائيا اننا نديروه في الفران ولا في الكسكاس. غناخذ هنا واحد الكاسرونه وغادي ندير الماء نص ديال داك الكاس، ولكن قبل غادي ديروا هكا واحد الورق ديال المطبخ اولا فوطه ديال الكوزينه. ديروها هكا نتوما شفتوني انا راه درتها، نسيتها في الاول ولكن راه من بعد درتها. لان فاش غادي يكون كيطبخ بحال هكا الماء غادي يبقى يتقرقب لكم داك الكاس ويقدر يتهرس لكم، فمن الاحسن انكم ديروه. هنا راه جربته قدامكم راه باقي ما طيبش. صافي كتبقاو هكا كتخليوه كيطيب. انا خدا ليا بالضبط ربع ساعه اللي خداها ليا. خليت عليه هنايا العافيه ماشي ناقصه بزاف، متوسطه، ماشي مجهده اكثر من القيس وماشي ناقصه عاوتاني، متوسطه. صافي وكنغطيه ضروري البنات تغطيه. صافي كدوز ربع ساعه. راه هنا كنحيد له داك السلوفان هنايا، راه ملي كندخل داك الكيغدو اصلا كتحسي به انه قاصح وشد راسو مزيان. صافي وغادي نحيدوه هنا مباشره. طفيت عليه البوطه وحاولوا انكم تخليوه حتى يبرد ليكم. انا هنا راه غير دافي يعني ماشي بارد 100% وماشي سخون. راه بكل سهولة كيتحيد ليكم، راه غير ملي كتجربوه بعدا في الأول بحال هكا راه كتشوفوه كيتحيد ليكم هكا من على الكاس، راه دغيا دغيا كيهبط. صراحة ساهل ودغيا دغيا كيوجد. أنا قلت لكم البدائل اللي ديروا لأنه بهذاك الثوم عفوًا بودرة كتجي بنينة بزاف صراحة. العطرية ديال اللحم كتجي غزالة بزاف. هادو وما ديروش الدقيق القمح الكامل لأنه صراحة جاني أنا اختلاف ما بين الأول والثاني. ملي درت الدقيق ديال الروز أولا ديروا الدقيق ديال الدرة سبحان الله العظيم، أولا الطحين ديال الجنجلان كيعطي مذاق لا علاقة مع المذاق ديال الدقيق القمح الكامل. هنا الدقيق القمح الكامل غلب شي شوية على المذاق ديالو، ولكن من قبل ملي ما درتش الدقيق القمح الكامل جا تمامًا فحال الكاشير اللي كناخدو من برا. وشوفوا ها نتوما حتى فاش قطعتو راه تمامًا بحالو. وعاد أنا راه ما خليتوش مع التصوير وزربانة ما خليتوش نهائيًا يبرد، راه هنا غير دافي. صافي هانتوما كتشوفوا معايا راه كيتقطع لكم بكل سهولة. وأي إضافات كتبقى على حسب الذوق بالنسبة للنكهات اللي نتوما كتبغيو. صراحة دغيا دغيا كيوجد ليكم هكا إلا بغيتو ديروا هكا ساندويتش ولا بغيتو تضاعفوا المقادير من طبيعة الحال راكم غادي تضاعفوهم. غادي ناخد داك الخبز ديال الزبدة ديال الفول السوداني أولا الزبدة ديال الكاوكاو وغادي نعمرو هكا بهاد الاقتراح هذا اللي غادي نشارك معاكم أنا، اقتراح اللي بسيط. غادي ناخد هنايا واحد شوية ديال الجبن وغادي ندهنو داك الخبيز وغادي ندير الكاشير مع الخس كيما غتشوفوا معايا. ممكن أنكم ديروا الطون، ممكن ديروا اللي متوفر عندكم هكا. إلا كنتو دايرين هكا شي لاطة ديال الحوت وشاط لكم داك الحوت تا هو ديروه، قطع ديال الدجاج. يعني كيبقى لكم الاختيار نتوما. أنا غير كنعطيكم هكا اقتراحات على حسب اللي متوفر ليا أنا في هاد الساعة، وانتوما كتمشيو عاوتاني على داك الشي اللي كتبغيو وعلى داك الشي اللي متوفر ليكم. صافي أنا درت دوك القطع ديال الكاشير. أنا كيما شفتوا معايا الكاشير ما بغيتش نزيد فيه نهائيًا شي إضافات بحال الملونات ولا. أنا ما عنديش مشكل زعما في اللون، بالعكس هكا كيجيني زوين. أهم حاجة عندي أنه يكون المذاق زوين وساهل ودغيا دغيا كيوجد ويكون اقتصادي، هذا هو اللي عندي مهم. أما اللون الصراحة حتى هاد اللون هذا جا زوين بزاف. صافي هنا قدمته مع واحد درت البيض، درت دوك الحريشات اللي سبق لي وحضرت معاكم. شوفوا الوجبة كلها غنية بالبروتين، الخبز كله بروتين، الكاشير كله بروتين، البيض كذلك دوك الحريشات راه سبق لي وحضرتهم معاكم. يعني وجبة كاملة مكمولة غتخليك شبعانة مدة طويلة، ما تسوليش نهائيًا في الماكلة. لأن الأكل الصحي بزاف ديال البنات كيقولوا لي غالي، وهي أختي راه كلشي هاد الساعة غالي وفعلًا غالي، ولكن راه مشبع. راه ما كتاكليش الكمية اللي كتاكلي الماكلة الأخرى العادية. راه الماكلة العادية كل ما كترتي السكريات كل ما غادي الجسم ديالك غادي يطلب لك الماكلة أكتر وأكتر. دابا غندوزو للوصفة الثانية اللي حتى هي أكتر من رائعة، ساهلة دغيا دغيا كتوجد. غادي نوجد معكم هنا رولي ديال الدجاج بالخضرة وبطاطا هكا في الإيفراير كتجي أكتر من رائعة. أول حاجة هنايا غناخد الفلفلة هادي كاقتراح وممكن ديروا نتوما اللي بغيتو. أنا هنا الفلفلة خديتها ألوان وقطعتها هكا شرائح. أنا كانت عندي صراحة في المجمد جاتني ساهلة دغيا دغيا تخليها طيب. إلا ما كانش عندكم في المجمد حتى هي نقصوا عليها البوطة وخليوها كطيب على خاطرها. زدت لها هنايا شوية ديال الملحة شوية ديال البزار وزيت الزيتون. صافي ما بغيتش أنا يتبدل ليها اللون، بغيت هاد الألوان هادو يبقاو ليها هكا باينين. هاد الألوان ديالها يبانوا ليا في وسط الرولي ديال الدجاج. إلا كيما قلت لكم إلا ما كانش عندكم في المجمد راه تنقصوا عليها البوطة غير حتى كتدبل ليكم صافي وكتحيدوه، غير كتعسل كيما شفتوا معايا غادي نحيدوه. أنا درتها على نار مجهدة باش دغيا دغيا كتحيد لها داك الماء ديال المجمد. هنايا عندي أنايا نص ديال الصدر ديال الدجاج اللي كيعادل بالغرام 360 غرام بالضبط. زدت ليه واحد الراس ديال الثومة اللي حكيتو هكا في الحكاكة رقيقة، وغادي نزيد شوية ديال الملحة،
شوية ديال السكينجبير، وغادي نزيد شوية ديال التحميرة أولا البابريكا أولا الفلفل الحلو، وهنايا الخرقوم، الخرقوم البلدي، وهنايا شوية ديال الأبزار، وممكن كذلك أنكم ديروا هكا الحار اللي كيبغي هكا السودانية يديرها، وهنا واحد المعلقة كبيرة ديال المعدنوس، وشوية ديال زيت الزيتون بطبيعة الحال باش ما يجيكمش الدجاج ديالكم ناشف. صافي وهنا غنخلطهم مزيان، مزيان صراحة واحد النقطة أنا هنا راه نسيت الصراحة البيض دائمًا كندير فيه بيضة، ولكن أنا نسيتو وما شاء الله صدق زوين وما احتاجيتش نهائيًا أنني نزيد ديك البيضة، هي في العادة فاش كنديرو ما عمرني صورته معكم ولكن فاش كنديرو راه كنزيد ليه ديك البيضة باش زعما كيتماسك داك الدجاج داك الرولي، ولكن صراحة نتوما كتشوفوا معايا هنا والله إلا نسيتها، ومع ذلك راه جا ما شاء الله متماسك وتقطع ليا بكل سهولة. صافي هنا كناخد ورق المطبخ وكندهنو شوية بزيت الزيتون خصوصًا إلا كنتم ما متأكدينش منه دهنوه مزيان، مزيان. أنا حيت واخا متأكدة منه يعني سبق لي جربته ولكن دهنته لأنني الصراحة كنفضّل أنني ندهن على أن تلصق ليا هاكا يلصق ليا شي حاجة حطيتها في الورق المطبخ. صافي هنا ملي كرصت داك صدر ديال الدجاج أولا داك الكفتة ديالنا، أنا الصراحة راه طحنته في الدار ما كنشريش نهائيًا الكفتة إلا للضرورة القصوى عاد اللي كناخدها، أما الصراحة دائمًا كناخد اللحم أولا كناخد الدجاج وكنطحنوه هاكا في الهاشوار. صافي درت هنا فرماج ساندويتش ممكن ديروه في الفرماج أحمر، صافي وكنستف هاديك الفلفلة. صافي بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا، وممكن ديروا البيض المسلوق اللي بغى يزيد يعزّز يعني البروتين راه ممكن أنكم ديروا هكا البيض مسلوق، ولكن أنا كنحاول أنني نبسّط الأمور ونمشيو على قدنا وعلى قد جيبنا، وفي نفس الوقت نتهلاو في صحيحتنا وناكلوا واحد الحاجة اللي هي بنينة واقتصادية، كنحاول أنني نقتصد معكم قدر المستطاع. صافي كنروليه بهذا الشكل هذا، صافي وكنعاود نروليه نيت على نفسه بهذه الطريقة راه ساهلة بزاف. صافي وهنايا غادي ندوّر بحال هكا في الجناب. صافي داك الشي اللي زايد غادي نحيدو بالمقص كما شفتو معايا هنايا، غير كتروليه وصافي. هنا راه ما درتلوش نهائيًا السلوفان باش يكون صحي أكتر. صافي هنا نزيد بابي ألمنيوم كما شفتو معايا راه ما زيّرتش أنا من الأول ورق المطبخ، لأن مازال غادي يتنفخ لينا الدجاج في الفران، وباش ما يطرطق ليكمش ضروري أنكم تخليوه واحد شي شوية ما تزيّروهش كتار من القياس، هانتوما كتشوفوا معايا أنايا راه كيبان لكم أنه ما مزيّرش. صافي وهنا كنرولي عليه بابي ألمنيوم. وفي هاد الأثناء أنا راني شاعلة الفران وخليته هكا كيسخن، ضروري أن تدخلوه على فران يكون سخون. صافي هنا ما احتاجيتش نهائيًا ما تقبتو ما حتى شي حاجة، درتو هنايا في اللاطة ودخلته للفران، خدا ليا نص ساعة بالضبط. هنايا أنا شحال هادي الصراحة ما خديتش بطاطا، بغيت ندير هكا بطاطا في الair fryer بطريقة اللي هي صحية. كناخد هنا بطاطا كنقطعها شي شوية كبيرة غليظة كما شفتو معايا، صافي كنزيد لها شوية ديال الملحة وكنديرها فوق البوطة غير كطلع فيها الغلية صافي كنحيدها ما كنخليهاش حتى طيب. صافي مباشرة كنصفيها هاكا فواحد الصفاية، هانتوما كتشوفوا هنا راه باقي البخار كيطلع منها لأنها سخونة. كندير لها شوية ديال الأبزار، شوية ديال التحميرة، وكذلك اللي بغى يزيد ليها حتى شوية ديال السودانية يزيدها اللي كيبغي هكا الحار، أنا كندير لها غير هاد الشي. صافي وغادي نزيد ليها شوية ديال الزعتر وشوية ديال الإعزير كيعجبني بزاف البطاطا هكا في الفران كتجي زوينة. صافي كنحكو هكا ما بين يديا باش كيزيد كيعزز النكهة، طريقة اللي هي ساهلة دغيا دغيا كتوجد. راه ممكن أنكم ديروها حتى في الفران بهاد الطريقة، وراه سبق لي وأنني درتها معكم هكا في الفران بنفس الطريقة نيت اللي كندير معكم دابا في الair fryer. صافي هنا كنحك حتى الزعتر. صافي وغادي نخلط المكونات، غادي نزيد ضروري واحد شوية ديال زيت البلدية، أنا راه تسالات لي فهاد القرعة غادي نرش من الأخرى. صافي غنزيدو ضروري شوية ديال زيت البلدية وغادي ندخلها كيما غادي تشوفوا معايا. هنايا في الإفران أنا كنديرها حيت الإفران اللي واخدة أنايا عاطيني هاديك واحد اللعيبة دابا تشوفوها معايا كتدار يعني فيها الفريت وكتدخل الإفران راه نتوما غادي تشوفوا معايا. صافي عندي هادي كندخلها فيها ومنين كنديرها في الإفراي كتبقى كدور فحال الشكل ديال داك الدجاج اللي كيدور هكا الزنقة بحال هكاك، يعني هي كدور وهي كتخليها في نفس الوقت طيب وفي نفس الوقت كتحمر. إن شاء الله غادي نشاركها معكم قريبًا إن شاء الله يا ربي. صافي هنا من بعد ما طاب ليا الرولي باش كنعرفو أنا طاب صافي كدوز ديك نص ساعة صافي ندخل فيه هكا الكيغدو راه كتحسي بيه أنه شاد راسو. صافي كنطفي عليه، هو كيما كنعرفو راه الدجاج دغيا دغيا كيطيب. صافي هنا راه سخون سخون الصراحة وراني كنحيدوه كيما كتعرفو راه مع التصوير راه كيقبض الوقت، داكشي علاش كنبقى نزرب عليه بزاف. صافي هنايا غادي نحيد ليه داك الورق المطبخ وبابي ألمنيوم ودرت واحد آخر جديد، دخلتو صراحة يتحمر كنت هنا نسيت وطفيت الفران. صافي ودخلتو يتحمر غير في الأيفراير، دهنتو هنايا بواحد البيضة اللي درت لها غير شي شوية ديال الخل. بغيتو تزيدو صوص الصوجا ديروها، ما بغيتوش صافي غير الخل صافي راه كافي ودخلته هنا يتحمر. هنا راه ديما أنا كنزرب على الحاجة هكا سخونة. صافي هنا راه سخون صافي حيدته، وهنا راه خليته تحمر كما شفتو راه تحمر مزيان.
وهنا راه باقي سخون وكما شفتوا واخا نسيت البيض راه ما شاء الله شوفوا ها نتوما راه كيتقطع لي بكل سهولة، نتوما شفتوا راه يعني الفوار باقي كيخرج منه، وهنايا غادي نقطعو معاكم غير باش تشوفوا أنه راه كيتقطع بكل سهولة، واخا الصراحة نسينا البيض ولكن راه ما شاء الله راه نجح 100%. هنا صافي قطعت هاد القيس وخليته شوية يدفى لأنه كيحرقني فاش كنبغي نقطعو، بما هنايا وجدت هاد الصلصة اللي كتجي بنينة بنينة بزاف، خديت أنا واحد البصلة متوسطة اللي شلتها رقيقة، درت لها شوية د الملحة وشوية ديال البزار وشوية ديال الزيت البلدية، هادشي اللي درت لها صافي، وغادي نشحر هاد البصيلة مزيان مزيان حتى كتعسل، ضروري أنكم تخليوها حتى تعسل، خليوها على نار مجهدة راه غادي تعسل ليكم وكلشي، لأننا حنايا راه مشلضينها رقيقة. صافي هنا كنزيد واحد شوية ديال الفيطر، هنا الصراحة كان عندي أنا غير المعلب وهو راه من الأحسن، إلا لقيتو طري أحسن وأحسن. أنا المهم ديبانيت بيه واخا ما كنبغيش نستعمل هادشي المعلب بزاف، إلا هاكا طون ولا مرة مرة وصافي، وإلا لقيتو كيما قلت لكم طري أحسن. صافي هنايا قطعته بالمقص لأنه كان كبير، صافي وشللته مزيان من داك الما اللي فيه، وخليته كيتشحر مزيان مع ديك البصلة باش ياخد حتى هو مذاق ديال دوك التوابل. وهنا غنزيد الكريمة، زدت هنا 200 غرام ديال الكريمة اللي دائما كنشاركها معكم وشاركتها معكم في المشتريات. صافي وغادي نخلي هاد الكريمة هادي حتى كطلع فيها الغلية صافي وكنطفي عليها البوطة. صيقوني البنات هاد الكريمة مع البصلة مع لي شامبينيو كتجي بنينة بنينة ما تشبعوش منها، غير هي بوحديتها المذاق ديالها أكثر من رائع. هنا غير كتشوفوا معايا غير غتطلع لهاد الغلية مباشرة كنطفي صافي وكنحركها وغادي نوجدها إن شاء الله. هنايا غتشوفوا معايا الطبق النهائي. هنا من بعد ما قطعت الرولي حطيته هكا وجدت هنايا كانت عندي صراحة هادشي اللي كان عندي في الخضرة هاد النهار، هي ما بغيتش نخليكم يعني بلا فيديو ولكن الخضرة كتبقى على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب اللي مسموح لكم، بحال مثلًا دابا الناس ديال السكر يديروا البروكولي، يديروا القرعة الخضراء، يديروا اللوبيا كذلك، اللوبيا الخضراء من طبيعة الحال مع شليضة مع هذا الرولي راه أكثر من رائع، راه سبق لي وأنني درت معكم هاد الخضرة بلا ما نفوروها بلا حتى شي حاجة، درتها مباشرة في الفران. هاد الطريقة كتجي ساهلة ساهلة بزاف. هنا راه غير خيزو حتى هو مشحر هكا كان صراحة طايب فورته وشحرته هكا شوية صافي وحطيت ديك لاصوص مع شوية الشلاضة وديك بطاطا. وهادو هما الوجبات ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم، ودابا بسلامة عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله.